نطير بقى على ملعب الاتحاد اللي هيستضيف مباراه بورنموث ومانشستر سيتي. مانشستر سيتي اللي الحقيقه ابتدى يرجع للانتصارات على الرغم انه خسر المواجهه السابقه في الدوري الانجليزي بنتيجه 1-0 امام استون فيلا، الا انه قادر ان هو يرجع، خاصه الحقيقه بعد ما حقق فوز كبير جدا على سوانزي سيتي 3-1 في بطوله الكاس. اهم مكاسب المباراه دي انه ريان شرقي رجع مره ثانيه للتهديف، ايضا عمر مرموش. مانشستر سيتي عنده فريق متميز جدا في كل الصفوف واستقرار من الانتصارات الفتره الاخيره، الحاله النفسيه متميزه. بورنموث عنده مشاكل كبيره جدا في خط الدفاع، مانشستر سيتي متوازن ما بين الدفاع والهجوم، احرز 17 هدف واستقبل 7 اهداف. ان شاء الله باذن الله يدي فرصه كبيره جدا لعمر مرموش، ومنتظر بالنسبه للمتابعين الفانتازي ان عمر مرموش يتالق في المباراه دي لو شارك. وهالاند طبعا هيكون من نجوم الجوله. مباراه الموسم السابق مانشستر سيتي كان ليه الافضليه انه فاز بنتيجه 3-1. المباراه دي حظوظ مانشستر سيتي هتكون كبيره. للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا، انتظرونا الفتره اللي جايه هيكون عندنا حلقات في منتهى المتعه. الدوري اصبح فيه منافسه شرسه وقويه جدا، والفتره اللي جايه منتظرين مفاجآت كبيره جدا في الدوري الانجليزي، عشان كده دايما هنكون معاكم اول باول، وزي ما عودناكم دايما التميز والرياده معانا في ملعب السير. بشكركم جدا والى اللقاء.